ركز معايا في الدقيقتين الجايين دول عشان اجيب لك ملخص للحياة واللي بتمر بيه من مجرد تحليل لماتش كورة. كنت بتفرج من كام يوم على ماتش الاهلي والزمالك على القهوة، وانا نادرا اصلا لما بشوف ماتشات على القهوة، بحب اشوفها في البيت. المهم ان لفت نظري حاجة عايزكم تاخدوا بالكم منها معايا. لفت نظري ان اللعيبة اما تلعب باصة وحشة او تشوط شوطة بره الملعب، كل اللي على القهوة بينزلوا في اللعيبة شتايم، لكن لما يلعبوا باصة صح او يلعبوا لعبة حلوة مفيش اي تشجيع. بتلاقي كل الناس فرحانة وبتسقف لحظة دخول الهدف. غير كده اي غلطة ما بيرحموش اللعيبة. فده يبين لك حال الدنيا، ان انت ممكن يبقى طالع عينك وبتبذل مجهود كبير، ومع اول غلطة الناس تهاجمك. هما مش شايفين مجهودك، هما بيركزوا بس على غلطاتك. واما تنجح وتوصل للهدف هتلاقي ناس كتير بتسقف لك. الناس مش هممها تفاصيل الرحلة، الناس هممها اللقطة الأخيرة، لقطة الوصول للهدف. عشان كده ما تزعلش لما تلاقي ان تعبك مش متقدر، ولما تلاقي ان الناس بتهاجمك بدل ما تمدحك. ده جزء طبيعي من الرحلة، لكن لحظة ما توصل للهدف اتفرج ازاي كل الناس هتسقف لك، حتى اللي كانوا بيهاجموك وبيراهنوا انك مش هتوصل. فاوعى تخلي سخريتهم منك تهزك، لان الكفار قبل كده سخروا من سيدنا نوح لما لقوه بيبني سفينة في الصحراء، لكن لما كلهم غرقوا بعد كده وسيدنا نوح واللي معاه نجوا، ساعتها ندموا وعرفوا ان سيدنا نوح كان معاه حق. ساعات انت بتكون شايف الموضوع من بره فبيكون سهل عليك انك تصدر احكام، لكن لما بتتحط مكان الشخص ساعتها بتعرف ان الموضوع مش سهل، وان القرار اللي بتاخده بيبقى متأثر بعدة عوامل. لو انت من بره مش هتبقى شايف كل العوامل دي. فنخلينا حنينين على بعض ونتعامل باللين والرفق أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان كلنا بنمر بضغوطات، فمش عايزين نضغط على بعض اكتر. ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.